الو الو. مرحبا شيخنا. يا هلا. شيخي هلا شو اسمه، انا متجوزه من 4 سنين. ايه منيح. خانقت انا وجوزي بعد سنه من جوازنا. عم قال لي جوزي ما بدك يعني، قلت له لا، قال لي انت طالق. ايوه حسب هي. تنحسب لك. بعد منا كمان بشي سنه ونص تخانقنا انا وياه مشان بيت عمه. قال انه اذا بيت عمه بيجوا لعنا تكون طالقه منه بالثلاثه. اجوا بيت عمه كمان وناموا عنا. دقينا للشيخ والشيخ رجعني. ايوه. واول يوم برمضان كمان تخانقنا انا وياه وعطلعان خلق، قام صار يقول لي انت طالق انت طالق انت طالق، فلانه بنت فلانه انت طالق. ايه ما إلها فتوى هاي؟ ما بعرف، خليني ساكت احسن ما احكي كلمه ازعجك فيها انت وياه سوا. انتوا لا خرجكم تتجوزوا ولا خرجكم تاسسوا بيت. هلا انتوا عايشين هون بالشام؟ عايشين بالشام بدمر. ايه منيح. خذيه بكره وروحي على وزاره الاوقاف. ايه نعم، على الساعه 11 الظهر اطلعوا لعند المفتي على الطابق الثامن. أيوة. واسالوه عن الفتوى وايه نعم، واحكوا له الدغري. ايوه يعني هلا انت على علمك شيخ انه بيجوز نرجع لما لا؟ انا بدي المفتي بركي بيزتكم ان شاء الله من الطابق الثامن لتحت. الو الو. كيفك يا شيخ؟ يا هلا. حبيت بنت يا شيخ. ايه. بقى اهلها كلها موافقين لنا. ايوه. يعني صار بيني وبين البنت معصيه اللي كنت بحبها. يا الهي. تطلع البنت حامل مني. يا الهي. صار انها بتدق لي بتقول لي تعال خطب البنت قبل ما تكون صبح. اللي وصلنا لحل انه اني راح اتجوز البنت رسمي. ايوه. بس انه مشان الولد اذا تخليه عايش ولا اني بنزله. لا الولد قولا واحدا ابن حرام. والحل يا شيخ؟ الحل برابع محل عند بياع الخل. انو حل؟ ما خبصت الدنيا من الاول جاي تقول لي شو الحل يا زلمه؟ والله قلت الشيطانيه يا شيخ، بس وحياة الله يعني انه تبت. بعد ايش تبت يا زلمه؟ بعد خراب مالطه تبت. ان شاء الله رمضان الجاي اذا عشنا بدي اجيب قسم شرطه يقعدوا هون معي. نعم على المباشر. كل واحد هيك بيعمل هيك شغله وببعتهم